والله يا صاحبي انا اول ما شفت التصريح ده قلت دي مشاعر محدش حاسس بيها غير توت بولي. كان بيحلم يبقى حاجة، كان أمل أمه وأبوه، جم صحاب السوق خدوه والكلام ضيعوه. وتشيلسي بقى بدأ الماتش جامد ومش عارف ايه وبتاع، بس الحكومة كان ليه رأي تاني. اقف بص، قوم اقف. انا واقف شد انا نفسك. قاعد اكلمك في الشارع. شد نفسك انتباه واسمع عمو بهجت هيقول لك. وصلك الفيديو وما تنساش تنزل تدعس اللايك المتين واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. معاك مصطفى حسام في برنامج احمد في ابيض والحديث عن ريال مدريد وتشيلسي. ايوه انا بقلد دكتور ممدوح نصر الله في المقدمة. ايوه واحد بحبه يا اخي. وبعدين هو قال في البودكاست اللي عمله مع استاذ راشد ان هو ممكن تقلد عادي. عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمرة البوليس 122. ما تاكدش عن النمرة قوي يا حد يحفظها. بس يا سيدي يلا بينا نبدا. البدايه اللي بداها تشيلسي ما كانش حد متوقعها خالص، ان هو يروح على كورتوا بهجمه من جواو فيليكس وتبقى غالبا كانت انفراد واتلحقت بالعافيه. يعني ده حاجه ما كانتش متوقعه، لكن انا ما كنتش متضايق ان ده حصل مع اني بشجع ريال مدريد. بس انا هقول لك ليه. لان ده خلى كنت اقول لعيبه الاهلي، لعيبه ريال مدريد تنزل الماتش بعد ما كانت يعني ايه، لا ده تشيلسي وخسرانين ولامبرد ومش عارف ايه، لا ما لعيبه بقى ايه، لا سخني الجامد بقى وما ينفعش ومش عارف ايه وبتاع. وبعد كده يعني فوفانا خد انذار في كوره فينيسيوس يعني لبسوا فيها انذار، وكامافينجا خد انذار بعديها، اللي هو يعني الماتش كان ايه هيخلص 0-0 ولا ايه يا رجاله. لكن الحقيقه يعني كان في راي بقى ايه او حاجه جديده نوفي بقى يشوف سبحانه كده، يعني حاجه ما حصلتش خالص الموسم اللي فات خالص ولا حصلت قدام تشيلسي نفسه. لا سيناريو جديد لانج والله العظيم. حاجه انا كمشجع ريال مدريد اللي هو ايه ده، دي حاجه كرييتيف فشخ جدا. يا نهار اسود، ده انا ما كنتش اعرف في الحاجات الجامده دي. بنزيما بيجيب جون وايه، لا فينيسيوس يعني جات الكره ايه ما عرفش يستلمها برجليه الشمال بعد ما كان فخرها فعاله وتنزل لبنزيما وكيب يحط ايده فيها وتقوم داخله جول. شوف حاجه لا اراهنك ان انت شفت حاجه زي كده، يعني حاجه في منتهى الكرييتيف والله. وقبليها بقى كان ايه فالفيردي شاط شوطه مش عارف كيبا شال واحده من بنزيما، وبرضه كان فينيسيوس اللي عمل يعني شوف حاجات جديده كلها. يعني ريال مدريد الجديد عندنا ومحدش قدنا وكده واخد بالك. ف بعد الجون الاولاني تحس بقى ان لعيبه تشيلسي ايه خلاص بقى احنا لا خلاص. طب ما مش احنا ما عرفناش نجيب جون في الاول خلاص بقى ماليش دعوه كده ماليش دعوه خلاص. وقعدوا بقى ايه وربعوا كده كنتش عامل شرطه اسم الله ولا دبلوماسي. اهدى بفرق بقى خلاص بقى. رجعنا لتشيلسي اللي كان المفروض يبدا الماتش، وريال مدريد بقى عادي بقى خلاص واخد بالك. بس الحقيقه في حاجه برضه لازم اذكرها لك، ان اسينسيو لما انا كنت بقول انا ما بحبش انتقده فالجول التاني اللي جابه يعني حاجه يعني اللي هو ايه استبحث اللي هو بيجيب اجوان من بره 18 بس من يوم ماتش اللي جابه الجون اللي جابه في برشلونه في الكلاسيكو من 2018 ولا حاجه. خلاص بيجيب اجوان من بره 18 بس. وبدت تشيلويل يعني ايه اضطرد، لقى كوكوريلا نزل قال لا ما ينفعش احنا اتنين في الملعب لازم نضطرد، وقام شادد رودريجو. مع ان انا كنت حاسس والله ان هو رودريجو يعني ايه ممكن لو كان كمل بيها كان في نسبه انها تضيع برضه. ما كانش انفراد يعني عارف يعني بتاع جو فيليكس اللي ضاعت في الاول دي كانت اسهل منها. بس يا سيدي وكالعاده الحكومه يحكم باحكامه يا ساده، وتشيلسي كال على وشه. وطبعا نص النهائي كان الناحيه دي خلاص، يعني الناحيه دي بقت خلاص يعني السيتي قدام ده مدريد النهائي، هو ده النهائي. بس انت النهائي هتشوفه رايح جاي، لان ده دوري الابطال اوروبا مش دوري ابطال افريقيا. يعني احنا عندنا هنا بقى ايه دوري ابطال رايح جاي، والاهلي هيلعب ماتش العوده هيبقى بره والوداد. ما علينا من الحاجات دي. فايه الناحيه الثانيه بقى ايه، هاخد لك كده ماتش ميلان ونابولي على السريع.
والحقيقه يعني ماتش ميلان ونابولي، يعني انا كنت اتكلمت على ميلان يا سلام، لياو يتقدم، لياو يا سلام، كنت اتكلمت على الماتش بتاع الاربعه ده وقلت ينفع كده. وانا ما بشجعش ميلان، لكن شكل التيشيرت انا مرتبط بيه من ايام الطفوله بقى وكده، يعني ايام بيكهام وبيرلو وسيدورف وكاكا وديديل ونيستا والناس اللي ايه اللي بنلعب بيهم في بيس وفيفا دلوقتي. ما علينا يعني. بن ناصر جاب جون، عارف اللي هو ايه، على وش تاني برضه، بس ده نابولي مش تشيلسي. فنابولي شكله هياخد ايد تشيلسي ويطلعوا بالبطوله هما الاثنين، وزيلينسكي وليبوتكا لا اوسيمن كان مصاب، وكفارة ستخيليا، شفت قلتها على طول، كفارة ستخيليا او كفارة سخيليا، يعني شوف انت ثقافتك ايه بقى، واخد بالك. فايه الماتش، ابراهيم دياز اللي هو المفروض راح اعاره ريال مدريد، ها؟ ما انا كان مشجع ريال مدريد، انا عيل بتكلم على الماتش ده عشان اللي عمله. خد الكوره بص صقر بيمشي ليه في الجبال علامات. ابراهيم دياز ده كان فاضل له يومين وصلته تنزل على الجنيه والله العظيم، واخد بالك. فالنهارده الماتش بتاع ميلان، انا اتبسطت ان ميلان بيكسب. ميلان لو بيكسب انا مبسوط، ميلان لو بيخسر انا مش مزعلان عادي، انا ما بشجعهمش، ما عنديش مشكله. بس ده الماتش النهارده كان في السان سيرو، ولسه بقى نستنى ماتش العوده. بس هي النتيجه 1-0 يعني برضه، يعني انا طلعت طالعه حلوه ايه، لكن في الاخر الماتش 1-0 يعني تشيلسي 2-0 وفي السانتياغو بس لسه. وبعدين دول فرق ايطاليه مع بعضيهم، يعني مفيش، يعني مش مثلا على ارضي وارضك، لا مفيش الجو ده، يعني لعبه محترفه. ده الكلام ده عندنا هنا ماتش فيوتشر اللي شغال ده هنقوم نتفرج عليه بقى ولا ايه؟ يلا سلام عليكم.